شات جي بي تي عمل لي ملف ميزانية للمصاريف الشخصية، بس الملف ما كانش عملي قوي وكان مناسب لشهر واحد بس. وكنت مديه تقييم في الفيديو اللي فات 65% من الناحية العملية. وفي الفيديو ده هوريك ازاي خليت شات جي بي تي يحوله لملف ممكن استخدمه بصورة يومية على الموبايل. وبالنسبة لي دلوقتي تقييمه 100%. وفي اخر الفيديو هوريك ازاي تستخدم الملف من الموبايل بسهولة من غير ما تفتح جهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب وتضيع وقت. وفي الفيديو ده هقسم الفيديو لمجموعة خطوات وملحوظة على كل خطوة. والخطوة الاولى هي ان انا عايز استخدم الملف لسنة كاملة مش شهر واحد بس. فقلت لتشات جي بي تي كذا مرة يخلي الملف لكل شهور السنة. وتشات جي بي تي ما عملش اي تغيير في الملف خالص. فقلت اقول له انا الفكرة اللي ممكن يشتغل عليها. فقلت له اعمل لي 12 تابة مطابقة لتابة الميزانية بحيث كل تابة تمثل شهر من شهور السنة. واعمل لي تابة إضافية تجمع المصروفات كاملة لكل السنة. وساعتها نفذ الطلب اللي طلبته مظبوط. والملحوظة الأولى هنا إن لو هتسيب تشات جي بي تي ينفذ كل حاجة لوحده ممكن الملف يطلع لك متواضع أو عادي جدا. لأن في بعض الأحيان لازم تقول له أنت الأفكار أو الحل وهو ينفذه لك. فعلى الرغم من ان التابة الاولى دي جي بي تي مخططها وعاملها كلها من نفسه من غير ما اقول له يكتب فيها ايه، لاني ما كنتش عارف اخطط الملف ازاي، فمع ذلك ما عملش تابة منفصلة لكل شهر لوحده، على الرغم من انه حل منطقي وبسيط جدا عشان الملف يبقى عملي لكل سنة. وخليك معايا عشان الخطوة الاخيرة هتبقى هي الخطوة الاهم اللي هتخلي الملف يبقى معاك عملي اكتر. ولو عايز تحمل الملف اللي بنشتغل عليه في الفيديو ده هتلاقيه موجود في الرابط اللي موجود في الوصف وفي اول تعليق. الخطوة الثانية اني قلت لتشات جي بي تي يديني التابة اللي فيها الملخص السنوي تشمل كل الفئات والفئات الفرعية اللي موجودة في كل الشهور، وكمان تكون قابلة للتمدد تلقائيا، بحيث لو ضفت أي فئة فرعية إضافية في أي شهر من الشهور تظهر مباشرة في تابة الملخص السنوي. وفعلا زي ما أنت شايف نفذها بطريقة كويسة جدا، بحيث إنه عمل تابة جديدة اسمها فئات عشان يجمع فيها كل الفئات الجديدة من كل الشهور، وبعدين ربطها بتابة الملخص السنوي عشان يظهر فيها أي فئة أو نوع مصاريف جديد مباشرة. الملحوظة اللي هناخدها هنا من الخطوة دي إن جي بي تي ممكن يوفر عليك وقت كبير جدا لو عرفت توجهه صح. فلو تلاحظ هنا ربط كل التابات ال 12 بتابة الفئات بمعادلات، وبعدين ربط تابة الفئات بتابة الملخص السنوي عشان تتحدث تلقائيا. ولو انت حاولت تعمل العملية دي بنفسك فاحتمال كبير تاخد وقت كبير جدا عشان تكتب كل المعادلات دي لو انت مش محترف اكسل، مقارنة بالدقيقتين ثلاثة اللي تشات جي بي تي خدهم عشان ينفذ المعادلات دي. والخطوة الثالثة قلت لتشات جي بي تي انا عندي مصروفات ثابتة كل شهر ومش عايز كل شهر ادخلها مانيوال، فعمل لي تابة جديدة اضيف فيها المصروفات الثابتة دي بحيث تظهر اوتوماتيك في كل الشهور. وكمان عمل لي سيستم ليها، يعني مثلا اقول له المصروفات دي بتبقى في اي يوم من كل شهر ومن شهر كام لشهر كام. ودلوقتي الخطوه الرابعه واللي هتخلي الشغل في الملف دوت عملي جدا للاستخدام اليومي على الموبايل، وهي اني هرفع الملف زي ما هو كده على جوجل شيتس. فهروح لجوجل شيتس وهفتح شيت جديد وهعمل استيراد للملف وبعدين هرفع الملف كله، وبكده عندي ملف الاكسل الخاص بميزانيه المصاريف كله اونلاين على جوجل شيتس، وممكن استخدمه في اي وقت من الموبايل. وكده هيبقى عملي 100% مقارنه بالكمبيوتر او اللابتوب. بس لازم تلاحظ ان مش شرط كل حاجه انت عاملها على الاكسل ممكن تشتغل لو رفعتها على جوجل شيتس. وعشان كده لو هتعمل اي ملف تاني بنفسك وهترفعه على جوجل شيتس لازم تتوقع ان مش كل حاجه فيه ممكن تشتغل وهتحتاج تعدل عليها في جوجل شيتس. وحمل الملف من الرابط اللي موجود في وصف الفيديو وفي اول تعليق وقول لي رايك ايه. وهتلاقي خطوات التشغيل موجوده في اول تابه في الملف. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف باقي الفيديوهات. سلام.